علاش راكي حاطه يدك على خدك؟ حبيتي ديري حاجه خفيفه للقهوه وحرتي واش ديري؟ روحي معايا انا اصين نوري لك هاد الخفاف اللي يجيو بزاف بنان. ني زبده، ني زيت، ني بيض، ني حليب، اقتصاديين وهايلين. شوفي معايا، تجيبي ريسيبيون ديري فيه كيما راكي تشوفي لهنا زوج كيسان. هاد الكاس اللي راكي تشوفي فيه زوج كيسان سميد رطب، اي نوع سميد عندك يصلح. سميد رطب، وزيدي بنفس الكاس تكيلي كاس من الفارينه واللي هو الدقيق الابيض كيما راكي تشوفي معايا. جربيهم هاد الفطائر، صدقيني ما رايحاش تندمي. راحين يوليو معتمدين عندك في كل قهيوه. هنا راح نديروا مغرفه معمره، خميره تاع الخبز، خميره فوريه وشويه يعني مغرفه معمره ونص من مغرفه صغيره. ونزيدوا هاد المغرفه تاع السكر حبيبات، ماشي سكر كلاصيه البنات، سكر حبيبات. شوفي معايا، قريصه صغيره ملح، ما تكتريش الملح بوسك هاد الفطاير راح نديروهم حلوين. هنا رايحين نمزجوا كاع المكونات مع بعض بالفوي كيما راكي تشوفي هكا باش نخلطوا كل شيء ناشف في ناشف. نوضي واش راكي تستناي؟ علاش راكي غير تستمعي؟ اجبدي هاد المقادير على بالي بلي متوفرين في كل بيت، مقادير اقتصاديه. شوفي، الزيت غالي ما استعملتهولكش، الحليب من داك ماهوش متوفر ما استعملتهولكش، حتى البيض اللي طلع شانو وما حطيتهولكش. جيبي الماء تاعك دافي، بحكم اننا رانا في فصل الشتاء والبروده، دفي الماء تاعك، ما ديريش سخون هكا باش ما تفسدلكش هذيك الخميره. انا لهنا كيما راكي تشوفي درت زوج كيسان ماء دافي ورايحه نخلط المكونات. ما تغلطوش الغلطه اللي غلطها انا البنات، استعملت هذا الريسيبيون كان شويه صغير، راح تشوفوا معايا الكارثه ومن بعد والله غير نصورها لكم. علاش نتغنجق ونخبي على حباباتي؟ راح تشوفوا الكارثه اللي صرات لي بعد ما اختمر لي هذا العجين. هنا زدت الكاس الثالث ما دافي كيما قلنا من قبل، مزجتهم شويه وجبت هنا عندي هذا نص كاس، ما راحش نستعمله كامل، استعملت منه شويه وخليت شويه. راكو تشوفوا معايا راح نخلط كاع بالفوي كيما راكو تشوفوا، ونروحوا مباشره للبراميكسر باش نخلطوا كاع الخليط تاعنا يولي متجانس. ما تبقاش الخميره تاعنا هذيك يعني ماهيش مخلطه بيا كيما نقولوا، وتبقى لنا غير حبيبات ما تجيناش الفطائر تاعنا ملاح. هنا غير بالبراميكسر خلطي بيان حتى تحصلي على القوام اللي راح تشوفيه معايا. جربيهم، نوضي مازال كي قاعده فطائر بزاف هايلين للقهوه. هنا انا بعد ما خلطت كاع المكونات تاعي لقيت الخليط تاعي مازال شويه حاكم روحو، يعني شاد روحو. زدت له هذيك الكميه تاع الماء اللي كنا مخبيينها من قبل كيما راكي تشوفي معايا. راح نتحصلوا على قوام ما راهو جاري ما راهو عاقد. صدقيني هاد الخفاف ولا هاد الفطائر بزاف هايلين، وراح تشوفي معايا النتيجه في الاخر. بعد ما تميكسي ولا بالبغام ولا بالباتور ولا باي حاجه عندك كاع هاد المكونات وتحصلي على القوام اللي راكي تشوفي معايا، يدير لك هاد الفقاعات. جيبي كيس خميره كيميائيه، انا عندي نواره وانتي اي نوع عندك، المهم خميره كيميائيه. فرغيه على هذاك الخليط كيما راكي تشوفي معايا، وعاودي ارجعي ضربي بالباتور تاعك ولا بالبراميكسر حتى تحصلي على القوام اللي تشوفي باللي الخميره تاعك تجانست مع كاع المكونات. غطيه بكيس بلاستيكي وزيدي له حاجه خشينه من فوق، يعني منشفه ولا اي عفسه تكون عندك، طورشون هكا تاع كوزينه يكون خشين باش تضمني باللي الخليط تاعك راح يختمر لك بيان. خليه اكوتي ليه مده تاع تقريبا 20 دقيقه، وروحي معايا تشوفي الطريقه اللي راح نطيبوا بها هاد الفطائر بزاف هايله. صدقيني الا جربتيهم وذقتيهم راح تولي معتمدتهم، تنساي حتى البغرير كيما راكو تشوفوا هنا بعد ما اختمر لي الخليط تاعي مده تاع 20 دقيقه، ارواحوا تشوفوا الكارثه اللي صارت لي. شوفوا كيفاش ساحلي كاع على بيها. قلت لكم ما تحصلوش وما تغلطوش الغلطه اللي غلطتها انا في الاول. استعملوا ريسيبيون كبير اللي راح يضمن لكم باللي الخليط تاعكم بعد ما يختمر ما راحش تصرى الكارثه اللي صارت لي انا. خلطوا بالمغرف كيما راكم تشوفوا مباشره. المقله تاعنا راهي على النار سخنت، على نار شويه خفيفه، راح ندهنوها بالزيت ونبداو نطيبوا. هيا ومعايا نشوفوا كيفاش راح نطيبوا الفطائر تاعنا بزاف هايلين. هنا كيما كنت حكيت لكم من قبل، بعد ما حطيت المقله تاعي على النار سخنت راح ندهنوها بالزيت. يعني كل ما نجيو نطيبوا فطيره ندهنوا المقله تاعنا بالزيت هكا باش نضمنوا ما تلصقناش، وفي نفس الوقت تاخذ هذاك الاحمرار اللون الذهبي اللي يزيد لها بزاف البهاء
يعني وقت اللي تشوفيها تتشهيها قبل ما تاكليها. هنا النار كانت قويه، يعني سخنت المقله تاعي ومن بعد نقصت لها على نار شويه ناقصه، يعني نار متوسطه، وراح نفرغوا الخليط تاعنا ونبداو نطيبوا في الفطائر تاعنا بكل سهوله وبكل بساطه. لاحظوا معايا القوام تاع الخليط اللي تحصلنا عليه، هو يشبه شويه القوام تاع البغرير، مي البغرير يجي شويه مايه على هذا، وهذا يجي شويه شايده. روحوا كيما راكم تشوفوا هادو الفطائر، نزيد نعاود نذكر، بزاف خفاف وبنان واقتصاديين، يعني حتى المكونات تاعهم متوفرين في كل بيت. تبعي معايا، بعد ما تحطي الفطائر تاعك هكا سي با لابين تمسيهم، غير ما تشوفي داروا هاد الفقاعات اللي راكي تشوفي فيهم هكا تحسي بلي نشفوا من التحت، تبداي تحركي غير بالعقل باش تضمني ما يسقولكش في المقلاة، ومن بعد تقلبي عادي. وشنو لازم ما تخليهمش ينشفوا مليح من الفوق وتقلبي. واللي تحب تطيب على زوج مقلات، يعني طيب الوجه الاول في مقله والثاني في مقله ثاني، تقدري هاد الخطوه تجي بزاف ناجحه. مي انا ما حبيتش هذاك التغنجيق تاع الماعنو كامل، قلت نطيب في مقله واحده. تبعوا معايا الطريقه، صدقوني يجيو بزاف محمرين لونهم ذهبي ويجيو خفاف وبنان، ويعني تقدري تحضريهم في وقفه. سورتو الناس اللي تجيها هكا شهيوه تاع قهوه على غفله وما عندهاش باش تشرب القهوه، والله يجيك ضيف الغفله تحضريهم وانتي مطمنه، يعني ما ياخذوا لك الوقت، ما ياخذوا لك المقادير. كيما نعرفوا الزيت والبيض والحليب راهم دايرين قرونهم وعلى هذا احنا رايحين نحضروهم، وسي بارابين يحضروهما ونحضروا فطائر. والله غير كي تشوفوهم والله كي تاكلوهم تقولوا رانا محضرينهم بالبيض من كثره الخفه تاعهم والهشاشه. شوفوا الوجه ولا السطح اللي تحصلنا عليه، اللون الذهبي هذاك اللي يشهي قبل ما تاكليه. هنايا حركي بالطريقه اللي راكي تشوفي باش هكا تضمني ما تلصقش الفطيره تاعك في المقلاة. وراحين نطيبوا كاع الخليط تاعنا بنفس الطريقه، ونروحوا نشوفوا تاعنا الفطائر ولا تاعنا الخفيفات ولا كل واحد كيفاش يسميهم اللي راح نتحصلوا عليهم نهار اليوم. وانا راح نديكوريهم ولا رايحه نزيد لهم في البنه تاعهم مكون انا حبيته، وانتم لكم الاختيار، كل وحده تستعمل المكون اللي تحبوه هي. تبعوا معايا، بعد ما راح نكمل طياب تاع الفطائر تاعي نروحوا نشوفوهم واجدين يا غاليات. ايوا معايا، ما تنسوش تروحوا تزوروني في لاباج تاعي في التيك توك كويزين ام اصيل دي زاد. وهادو هما الفطائر تاعنا بعد ما طابوا. شوفوا معايا يجيو بزاف خفاف حموره، يعني في الطياب ما رايحاش كامل تتعذبي معاهم. جيت ما تحطي تفرغي تلقايها تنتفخت وبدات دير في الفقاعات، تعاودي تقلبي وتحصلي على هاد الفطائر اللي بزاف هايلين بمكونات جد اقتصاديه تحضريهم في وقفه، سواء ضيوف الغفله ولا ليك يا حنونه وقت اللي تحبي تتقهوي قهوه هكا على غفله وما يكون عندك والو. صدقيني راح تولي معتمدتهم، واللي تجربهم تخلي لي تعليق ولا كومنتير الشباب في الاخر. وهنا انا كيما راكم تشوفوا استعملت هاد العسل اللي زدت لهم شويه في البنه تاعهم. واللي تحب تستعمل معجون يعني المشمش ولا معجون تين ولا اي كونفيتور يكون عندك، تقدري تستعملي حتى زيت الزيتون. اللي تحب تاكلهم ناشفين هكاك، كل وحده ليها الاختيار. راح نقسم معكم باش تشوفوا الداخل، يعني ما تقولوش راح يجيو معجنين، يجيو بزاف خفاف وبزاف مشاهدين سبحان الله، يعني واحد الخفاف ما نحكي لكمش. يشبهوا للمكونات تاع البغرير، والله يشبهوا في طريقه الطياب تاعهم للبغرير، بصح في الذوق تاعهم وفي تاعهم القوام بزاف بعاد على البغرير. وشهيتكم في الجنه. جربوهم ورجعوا لي في التعليقات. في الاخر ما تنسونيش بلي جام ولي كومونتير شابين تاعكم، وحتى لي كومونتير اللي يكونوا سلبيين انا ما راحش يضروني، بالعكس راح يزيدوا يشجعوني باش نزيد نعاود نكمل للقدام. في الاخر حبيت نستسمحكم، يعني غبت عليكم مده طويله بزاف في اليوتيوب، كانت عندي ظروف وكان عندي انشغالات، يعني بعدتني عليكم. اني رجعت لكم وان شاء الله نرجعوا بقوه ونرجعوا مع بعضنا يا غاليات. ما تنسوش فقط انكم تفعلوا زر الجرس، الناس اللي يدخلوا جدد معايا مرحبا بكم هكا باش يوصلكم كل جديد. روحوا زوروني في لاباج تيك توك كويزين ام اصيل دي زاد. مرحبا بكم وتهلاو لي في رواحكم يا غاليين، ونتلاقاو في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم وشهيه طيبه للجميع بالصحه والراحه.